جارێکی تر سڵاتان لێبێ ئازیزان گەڕێنەوە بۆ لاتان بۆ پێشکەشکردنی ئەم چاوپێکەوتنە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق نوری المالكي. دولة رئيس الوزراء، مرحبا بك مرة أخرى. يعني كنت أتحدث قبل الفاصل عن العقود النفطية المبرمة في إقليم كردستان، ما مدى الخلاف القانوني حول هذه المسألة؟ هل هو خلاف قانوني أم خلاف لمجرد خلاف مع الإقليم؟ لا، بالحقيقة خلاف قانوني ويترتب عليه مصالح اقتصادية وأموال ولذلك واحدة من الأمور التي نقول يا أخوان في الإقليم تعالوا نناقش المسألة وفق الدستور. إذا كان قانون النفط والغاز تأخر، ومو مسؤوليتنا تأخر، مسؤولية مجلس النواب، فتعالوا نناقش المسألة على أساس دستوري. هل من حق الإقليم أن يقيم هذه العقود أو لا؟ يرفضون ويذهبون بإصرار بعقود نفطية كثيرة تجاوزت حتى دخلت في المناطق الغير متنازع عليها. الآن توجد شراكة بين أحد مسؤولي الإقليم وأحد مسؤولي الكتل السياسية تحفر آبار نفط في منطقة طوس خرماتة، وهذا تجاوز فوق الصريح، حتى لما أن محافظ صلاح الدين راح يمنعهم سحبوا عليه سلاح. زين، القضية قانونية يترتب عليها قضايا اقتصادية. أنا يوم سألت أحد المسؤولين جاءني هنا، قلت أنتم ليش تحفرون آبار نفط؟ شنو الفائدة من هذه القضية؟ أنتم تأخذون 17% من نفط العراق. الآن هاي العقود اللي تسووها أنتم ملزمين بحكم القانون أن تعطوا جميع عائداتها النفطية إلى خزينة الدولة. فما هي فائدتكم؟ ليش أنتم الآن تسوون هاي العقود وتثيرون مشاكل؟ واحد قال والله جاوب أنا ما أعرف ليش. قال ها مو خاف يجي واحد مثل صدام حسين مستقبلا ويغير ويلعب. قلت له ليش هو إذا اجى صدام حسين أنا باقي أنت باقي حتى عقودك باقية؟ لو إحنا الآن في دولة ديمقراطية متعاونين شركاء. إذا كانت هناك حسابات شخصية في هذه العقود والله عمي أنا مستعد أدفع هذه الفروقات، بس لا تعملوا لنا مشكلة، لأن أنت بحكم القانون ملزم أن تؤتي بكامل النفط وتعطي. زين، يقول إحنا أكو استحقاق للشركات. أولا الشركات تعاقدت معها دون أن نعرف كيف تعاقدت، مو مثل عقود نفط العراق التي كانت على شاشات التلفزيون وتنافس بين الشركات. إحنا إلى الآن لا نعرف كيف تعاقدوا. وأنا تدخلت قلت ما يخالف، خلينا نحل المشكلة، احنا نريد نحل مشاكل، يابا احنا قابلين بس جيبونا العقود واحنا نتحمل التبعات والنفقات مال الشركات. وفعلا دفعت وزارة النفط 550 مليون دولار لحساب الشركات، لكنه العقود ما اعطونا اياها. ما نعرف شلون متعاقدين، نعطيهم نص بالنفط، 3/4 ربع، غير الوزارة من تريد تدفع يكون عندها معلوم. طيب كتبوا لنا كتاب قالوا احنا ننتج 175 ألف برميل، نريد بترو دولار مقابل كل برميل دولار، مثل ما نعمل بالبصرة وكركوك ومناطق أخرى. فوزارة النفط قالوا طيب نعطيكم بترو دولار، ولكن أعطونا ال 175 ألف برميل وينها؟ أنتم تضعون في الأنبوب العراقي 60 65 70 ألف برميل، الباقي وين يروح؟ هذا الباقي يطلع تهريب أو يباع داخل كردستان على المصافي هاي الصغيرة وغير ذلك. فالخلاف إذن هو خلاف يتعلق بقضية قانونية دستورية ويترتب عليها حقوق، لأن هذه الثروة كتب عنها في الدستور وبإصرار منا أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي. نعم، دولة رئيس الوزراء، لكن بما يتعلق بإبرام العقود والعمل في إقليم كردستان هناك مادة دستورية تقول بأن من حق الإقليم لحين صدور قانون النفط والغاز في بغداد أن إقليم كردستان يبرم عقودها النفطية. ما موجودة هاي الفقرة بالدستور أبدا. رسم السياسة النفطية معا يقول بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقاليم، رسم السياسة النفطية وليس الإنتاج والتوقيع. ثانيا، لما قانون النفط والغاز الجديد صادقناه في مجلس الوزراء واعترضوا عليه الكرد، اعترضوا عليه في مجلس النواب وما صار قانون النفط والغاز، المسيرة الدستورية مالتنا أن القانون الجديد الذي لا يشرع، القانون السابق يكون هو النافذ. إحنا الآن نشتغل في قضية النفط وفي قضايا قوانين الوزارات كلها بقوانين صدام حسين وقوانين قبل صدام حسين. قانون النفط
قبل صدام حسين موجود بالعراق، الآن هو اللي نافذ. القانون السابق يعطي للحكومة المركزية صلاحية التعامل مع الثروة النفطية، هذا الحديث وينظم ذلك بقانون، يعني هذا النص رسم السياسة النفطية معا ينظم بقانون، مفروض مجلس النواب يحط القانون. ومن الآن إلى أن يضع مجلس النواب هذا القانون، القانون القديم مال العراق من 1927 هو اللي نافذ. ولذلك بموجب القانون السابق النافذ الآن والملزم ليس من حق الإقليم أن يتعاقد على عقود جديدة. لكن مع هذا تساهلنا، قلنا لهم تردون تتعاقدون، جيبوا لنا الشركات خلينا نتفاهم وياهم، نعرف كيف تعاقدتم، هل هي عقود خدمة، عقود شراكة، كم أعطيتم، كم أخذتم، هذه أيضا ما عرفناها. العقود الموجودة في إقليم كما أشرت عقود الشراكة، هل هي منسجمة مع القانون العام في إقليم في بغداد؟ لا، بغداد اتجاهنا نحو ليس نحو عقود الشراكة، وإنما نحو عقود الخدمة. والآن هذا المقدر للنفط العراقي الذي بدأ يتصاعد، الآن صار بصادراتنا من الجنوب 2.5 مليون وكسر برميل، يتصاعد بعقود خدمة وليست بعقود شراكة. لكن حتى لو كانت المنطقة تحتاج إلى عقود شراكة خلينا نتفاهم عليها، تعالوا ما يخالف، وإن كان ليس لكم حق من الناحية القانونية أن تكونون أنتم مباشرة تقيمون العقود، لكن مستعدين نتفاهم، تعالوا فهمونا، تعالوا قولوا لنا وين هالعقود حتى نفتهم من عندها. مرة يقولون سلمناها للمالكي، أنا ما استلمت. مرة يقولون محطوطة على الإنترنت شوفوها. ليش إحنا نتعامل من خلال دولتين، حتى الدول دولتين هم واحد يعطي للثاني معلومات. لذلك أنا ما أشعر في هذا المجال وفي غيره أن إقليم كردستان جزء من العراق، صراحة ما أشعر هذا الشعور، إنما أشعر بالعكس العراق يريد يصير جزء من إقليم كردستان، يعني القضية مقلوبة صارت. نعم، دولة رئيس الوزراء هناك من يقول بأنكم تحاولون تشتت البيت الكردي. هذا ليس من شأننا أنه ندخل في تفتيت البيت، لا بالعكس، هو مع الأسف قيادة الإقليم تمارس هذا الدور وتدفع كثير من أجل تفتيت التحالف الوطني، ولكن اصطدموا بوضع متماسك وصعب. أما خلي يعطونا فرد ممارسة واحدة احنا تحركنا بها من أجل تفتيت البيت الكردي. الأكراد كلهم أصدقائنا في كردستان، الكل الموجود صديقنا، لكنه لو كنا نريد أن نتدخل لما شكلنا الحكومة التغيير كان عندهم 8 مقاعد. الأخ مسعود قال أنا لا أقبل بأن تعطي وزارة لهم حينما زرناه في احتفالات تأسيس الحزب الديمقراطي. قلت يابا احنا رافعين لواء الشراكة أو أنت تصيح الشراكة وذول شركاء وعندهم 8 مقاعد، خلي نعطيهم وزارة. قال إذا تعطيهم وزارة أنا أنسحب من الحكومة، خلاف الشراكة. ولأني كنت على حافة انتهاء الفترة المكلف بها بتشكيل الحكومة اضطريت أن ما أعطيهم وزارة، لكن ما اشتغلت على إثارة فتنة بين الطرفين وكلام صاعد وكلام نازل حتى أوجد فتنة. احنا نعاني من هذه المشاكل، نريد عملية دمج بين مكونات الشعب العراقي وليس إيجاد فواصل وتفريق وتفتيت فيما بينهم. لكن هو بالإقليم كما عندنا في مناطق الوسطى والجنوبية كما بالمناطق الغربية يوجد ناس يريدون وحدة الدولة ويريدون الانسجام ويريدون التعاون، وناس آخرين يريدون أن يكونوا فوق القانون وفوق الدستور وفوق البلد وفوق كل شيء. هذا يظهر من خلال سلوكه بأنه نشاز، وذاك يظهر من خلال سلوكه أنه منسجم. طبيعي أنا انسجامي في الإقليم مع من هو يعني حكيم في تصرفه، يؤمن بالدستور، يتعاون، يتعامل، منفتح. طبيعي تكون علاقاتي وياه طبيعية قوية نامية، وعلاقاتي مع الطرف الآخر الذي فوق الدستور وفوق المصالح تكون متشنجة أو تكون متوقفة. ولا أريد التشنج، لكن هي بطبيعتها إما أن أسكت عن الحقوق وإما أن أقول لا، وإذا قلت لا يبدأ التشنج. يقال هناك اتصالات بين حكومة وبين عشائر معروفة بعدائها للبارزانيين وبالتحديد الهركي والسرجي، يعني ما تثير حفيظة البارزانيين. هل هناك هذه الاتصالات بين حكومة الاتحادية وهؤلاء؟ والله خلينا نتكلم بوضوح، أنا ذول الجماعة ما عندي لقاء وياهم، هم من أجل أن لا أتدخل بالشأن الكردي، وإن كانوا مواطنين وعراقيين ومن حقهم أشوفهم مثل ما أشوف أي واحد، ولكن أعرف عقلية صاحبنا شلون تتعامل بهذه المسائل، لذلك ما كانت عندي علاقة معهم. وأنا أشعر
بأن ليس من العدل والإنصاف أن لا تكون العلاقة معهم باعتبارهم عراقيين، وحاضر ومستعد أنا في أي وقت يردون أشوفهم عراقيين دولة. ثم من أشوف لشخص يختلف مع شخص آخر لا يعني بأني غيرت المعادلات والموازنات والالتزامات، لكن هذا مواطن ومن حقه أن يكون شريك أيضا وهو موجود ضمن دائرة المسؤولية التي نحن فيها. لكن أنا أسأل إذا كان يشكل علي أني أشوف مثلا هيركية وزيبارية وآخرين لأنهم أعداء أو خصومة، إيش معنى هو يستضيف؟ وتقصد استضافته لطارق الهاشمي وعشرات مثل طارق الهاشمي، ترى بالحقيقة ما مكشوف الآخرين. أي واحد عنده مشكلة فساد هنا أو مطلوب يهرب إلى كردستان. ويقال بالعكس، أي أحد عنده مشكلة فساد أو هارب من إقليم كردستان يأتي إلى بغداد. أعطيني اسم واحد، أتمنى لو يعطوني اسم واحد، صدقيني ما أعرف اسم واحد هارب من كردستان جاي لنا عنده فساد. دولة رئيس الوزراء، زيارتكم أخيرة لكركوك هناك من يصفها بأنكم قطعتم شعرات معاوية بهذه الزيارة وتدخل في شؤون تخص الأكراد، وخصوصا إلغائكم مجموعة من القرارات مهمة التي يعتبرها مهمة بالنسبة لهم. ليش هي كركوك دولة أخرى من أروح لها أنا رئيس وزراء؟ هذا القيد الذي يضعه علي الإقليم فيه دلالة إنصاف؟ أليس هذا يعني بأن الرجل قد حكم على كركوك وحسم قضيتها من جانب واحد؟ أليس كركوك هي تابعة للحكومة العراقية؟ أليس كردستان جزء من العراق؟ ولو اخترت يوما أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في السليمانية أو في أربيل، هل هناك مشكلة؟ أليس في مجلس الوزراء وزراء كرد ونائب رئيس الوزراء كردي ووزير خارجية كردي ورئيس جمهورية كردي؟ لكنه مقاطعة الاجتماع. أقول هو هذا الخطأ، ومقاطعة الاجتماع خطيئة كبرى لأنهم أعضاء في مجلس الوزراء، والذي ارتكب الخطيئة هو الذي وجه لهم الأمر بالمقاطعة. أنا ما أعرف كيف سيكونوا وزراء في الحكومة العراقية وهم يقاطعون. ثانيا، كركوك محسومة لأحد الآن؟ هل حسمت كركوك؟ هل يستطيع أحد الآن أن يقول عنها هويتها كردية أو هويتها عربية أو هويتها تركمانية أو هويتها مسيحية؟ من الذي يحسم هذا الخيار؟ فحينما أقول هويتها عراقية بمعنى هي يعني بلد التعايش، بلد المكونات، أما الجماعة يبدو حاسمين هويتها. الأكراد يقولون هويتها كردستانية. طيب. مدينة عراقية. طيب الأكراد الكرد، طبعا الأكراد هم ما يقبلون واحد يقول كرد، يقولون بأن العراق بلد مو عربي، لا يمكن القول عن العراق العربي، وتمام يعترضون على هذا. كم هي نسبة العرب في العراق؟ لا تقل عن 80%، ويعترضون أن يكون هوية العراق عربي. كيف يكون كركوك اللي نسبة الأكراد بها كم تكون؟ 50% أقل أكثر تكون كردستانية محسومة لقدام. أليس هذا كما قلت أنا متروك لإرادة أهل كركوك ووفق السياقات ووفق التصويت ووفق الاستفتاء وما تخرج به النتائج؟ أهلا وسهلا، تكون كردستانية، تكون عربية، تكون مشتركة، مختلطة، منفصلة عن الآخرين. هذه قضية ما يجوز. الآن هو حكم ونفذ عقد اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان في كركوك، خطيئة أخرى تضاف. لكن ليست المرة الأولى التي حكومة إقليم تزور كركوك أو مسؤولين الأكراد يزورون كركوك بصفات شخصية. بصفات شخصية يزورون ولا إشكال، لأنه كركوك أيضا مدينة عراقية وهم قادة عراقيين، ما عندي إشكال بها هاي. ولكن ردا على اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد هناك وهو مجلس وزراء العراق، يصير اجتماع لمجلس وزراء إقليم كردستان كما اليوم مقترح أو أمس ما أدري، هذا عملية تصعيد وعملية استفزاز لمشاعر أهل المدينة. وبالتالي إلى أين؟ أنا لا أجد مصلحة للشعب الكردي أن يثير هذه القضايا، وبالتالي إثارة أجواء توترات وعداوات وخصومات مع أشقائهم. كان هناك تسريبات حول هذا الاجتماع بأنكم قد قررتم إلغاء قانون أو تعليق إلغاء القانون شؤون الشمال السابق، وكذلك إعادة تنظيم المناصب الأمنية في كركوك وطرد
القوات غير النظامية والمقصود بها التابعة للحزبين الديمقراطيين. طيب، هو لو كان وزراء الكرد حاضرين على الأقل كانوا يسمعون الرأي الآخر، ومن التزامي والتزام أي وزير أن يسمع الرأي الآخر. الذين اشتكوا في الجلسة عراقيين، سواء كانوا من التركمان اللي اشتكوا أو العرب، ومن واجبات مجلس الوزراء أن يعالج هذه الشكوى بالتي هي تحقق المصلحة. ما صار قرار إلغاء، إنما هناك طرحت مظلومية لبعض الذين كانت لهم أراضي من أهل كركوك ولكنهم من مناطق عربية في مناطق أخرى، وأعيدوا ولم يعوضوا بشيء، كما تم تعويض الذين جاءوا من الجنوب والوسط. قلنا من الإنصاف أن هؤلاء أيضا يعوضون كما عوض الآخرون. شكلوا لجنة لدراسة هذه القضية، ما اتخذ قرار، إنما لجنة لدراسة هذه المظلومية لإقامة العدل والإنصاف. أما قضية المناصب، أيضا تقدمت شكوى من قبل أحد أعضاء اللجنة الأمنية وقدم بها قائمة بالمناصب الموجودة الأمنية. قلنا هذه تحتاج أيضا إلى لجنة تدقيق. منو بها؟ المحافظ بها كردي، ورئيس المجلس تركماني، وعضو أو رئيس اللجنة الأمنية، ووزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني، لملاحظة هذه القضية. أليس من الإنصاف أن يكون مثل ما صار التنازل عن رئاسة مجلس المحافظة إلى تركماني، أن يكون هناك توافق وهناك دراسة على الأقل حتى نعرف فعلا ما يقوله العرب أو ما يقوله التركمان أو ما يقوله الكرد. فشكلنا لجنة لدراسة هذه الحالة والاستماع إلى الإشكالات والشبهات. طبعا احنا ما نقبل أن يكون لو فرضنا صحيح كل المواقع الأمنية بيد طرف واحد. لو كان بيد العرب ما نقبل، لو كان بيد التركمان ما نقبل، والآن بيد الكرد أيضا ما نقبل. لابد أن يوزع بالعدالة والمساواة حتى تستقر المحافظة. أما ما يتعلق بالقوات خارج المحافظة، بالحقيقة كركوك إلها شأن خاص، وهي تحت إشراف الحكومة المركزية أمنيا، والقوات المتواجدة فيها يجب أن تكون قوات حكومية. لكن لما صارت مشكلة المناطق المتنازع عليها، وهذا أيضا بها كلام أنه كيف صار متنازع عليها، نعم متنازع عليها، تبقى عائديتها إلى الحكومة المركزية إلى أن تحسم وفق المادة 140. لكن صارت الأمور وتم الاتفاق على أن لا تكون أي قوات من خارج الشرطة العراقية والجيش العراقي، وآنذاك كان الأمريكان، ينصبون أو يقيمون سيطرات في محيط كركوك مشتركة بيشمركة وشرطة وجيش وأمريكان فقط. البيشمركة إذن مسموح له التواجد بموجب هذا الاتفاق فقط في السيطرات. الجماعة يقولون توجد أجهزة أمنية، أسايش وما كذا، ما أدري شنو اسمها وكذا وكذا، واعتقالات ونقل إلى كردستان. قلنا هذا خارج السياق وخارج الاتفاق. أي قوة غير نظامية غير متفق عليها بالاتفاق القائم بالسيطرات نعتبرها خارجة على النظام. لماذا أنكم ترفضون الاجتماع الوطني في أربيل، في انعقاده في أربيل؟ أليس أربيل جزءا من العراق؟ ألم يعقد الاجتماع الأول في أربيل؟ أنا سؤالي أقل بلماذا يرفض الاجتماع الوطني في بغداد عاصمة العراق؟ لماذا يرفض في بغداد؟ هذا هو السؤال. الأصل أن يكون الاجتماعات واللقاءات في بغداد وليس في أربيل. الأطراف لديها مشاكل هنا. شنو المشاكل هنا؟ يعني هاي المشاكل هنا إذا انتقلنا اجتماعنا بأربيل راحت المشاكل؟ لو إذا إجوا من كردستان ومناطق الأخرى واجتمعوا ببغداد يتنازلون عن حقوقهم؟ قضايا يعني مؤسفة وتؤشر على توجه خطير، توجه إماتة بغداد، سحب الضوء من بغداد، سحب قوة بغداد. هذا ما مقبول. بغداد هي العاصمة، بغداد احنا شركاء بيها. العراق جمهورية رئيسها من الكرد ووزير خارجيتها من الكرد. هذه امتيازات كبرى موجودة، لكنه أن لا تكون بغداد قوية وموجودة هذا مخالف للسياق. بغداد أنتم شركاء بها. كيف قرأتم زيارة السيد مقتدى الصدر والاجتماع الخماسي في أربيل؟ يعني هل كان هناك رسالة معينة؟ هذا كان مع الأسف الشديد الاجتماع الذي حصل في أربيل كان واضح من خلال الجو وما نتج عنه هو إنهاء الاجتماع الوطني وإسدال الستار
على المخالفات التي نتحدث عنها، وأن تبقى القضايا التي تناقش فقط ما يريده فلان وفلان. أما القضايا التي نريد والتي تتعلق بصلب الدولة والتي منها النفط والتهريب والحدود والمطارات، هذه يجب أن ما تناقش. لذلك أنا أعتقد رفض الاجتماع الوطني هروب من مواجهة الحقائق، ولا خيار أبدا، لأن هذه الحقائق لا نسكت عنها. تعال أريد أعرف هذا النفط وين يروح، أريد أعرف الحدود. أنا أرفض بعض البضائع أن تدخل إلى العراق لكنها تدخل من كردستان، وأفرض ضريبة 25% على بعض البضائع مثل التبغ والسكائر تدخل لي عن طريق كردستان ب5%. وهكذا مواد غير صالحة للاستعمال أرفضها من خلال التقييس والسيطرة هنا تدخل عبر. أريد أفهم كردستان ما يصير بوابة نفوذ على العراق إلا ضمن الضوابط العراقية. هذا الاجتماع اللي صار مع الأسف الشديد كان واضح من عنده هو حذف هذه المشاكل الكبيرة والإبقاء على قضايا. لماذا لا يكون هناك خدمات للمواطنين؟ ليش ما وزرائكم أنتم المجتمعين بيدهم الخدمات؟ ليش ما يسوون خدمات؟ 3 وزارات خدمية بيد الكرد، و4 وزارات خدمية بيد التيار، و3 وزارات باقي بيد القائمة العراقية. أنا ما أقول الوزراء وأتهمهم بالتقصير، ولكن أقول الوزير أيضا محكوم بإمكانات مالية وبخطة سنوية وبموازنة وتصديقات مجلس النواب. ليش تلقى هذه التبعة كلها على الحكومة؟ قلتم قوانين، لماذا تلقى تبعة عدم تشريع القوانين على المالكي؟ ليش ما تلقى على رئيس مجلس النواب وعلى النواب الموجودين؟ إذن الاجتماع كان موجها بخصومة وعدائية واضحة. هسه كل الأطراف الذين اشتركوا كانوا قطعا مو كلهم بهذه العدائية، ولكن بعض الذين كانوا موجودين أرادوا أن يسدوا الستار على بعض المخالفات ويبرزوا مخالفات غير جوهرية، ويستهدفوا شخصا يعتقدون أن المسألة ينبغي أن تأخذ بعدا شخصانيا وليس بعدا دستوريا وقانونيا. نذهب للفاصل وبعد ذلك نوبريك ودقار مولاتان.